قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك منورنا يا صديقي، ولذلك جايب لك قصه فولاذيه، حاجه خرافيه، حاله من الدراما والاثاره والاكشن والتشويق التي لن تراها الا عند مختار كوكلي البسيط. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه العالميه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم برئيس بيغسل اسنانه وبياخد شنطته وبيطلع على مدرسته، بيخش فصله زي اي طالب مصري مش فاهم اي حاجه، والمدرسه بتقول له قوم اقرا اللي مكتوب على السبوره. بيقف مبلم مش فاهم اي حاجه، والمدرسه بتقول له ما تسمعنا صوتك يا ابني. بيبص على السبوره ولكن ما بيكونش شايف اي حاجه، لان في الحقيقه نظره بيكون ضعيف يا صديقي. المدرسه بتضربه، بعدها بيروح البيت لامه وبتاخده للدكتور بارسي. بيقول لها ما تخافيش يا امينه يا اختي، ابنك محتاج شامبر مش اكتر. بتقول له يعني ضروري النضاره دي يا دكتور؟ رئيس بيقول لها وربنا لو ما جبت النضاره ما هروح مدارس تاني، انا ما بشوفش المكتوب على السبوره، والوليه المفتريه اللي هناك دي بتضربني كل يوم. طبعا امه ما بيكونش معاها حق النضاره، فبيسيبوا الدكتور ويمشوا. بعدها رئيس بيلم مع اصحابه وبيروحوا المتحف علشان يسرقوا النضاره اللي على التمثال. رئيس بينط جوه المتحف وبيروح ياخد النضاره من التمثال، ولكن الحارس اللي في المكان بيشوفه وبياخدها جري وراه، ولكن ما بيعرفش يمسكه، ورئيس بيهرب من المكان. بياخد النضاره وبيروح للدكتور، بيقول له يا ابني دي نضاره بلاستيك، انت تجيني بكره وانا هديك نضاره حقيقيه. بيقول له انا مش معايا فلوس النضاره دي. بيقول له ما معكش حتى 2 روبيا؟ بيقول له يا باشا وربنا احنا حالتنا ضنك، امي ست كبيره وبتيجي علينا ايام بننام من غير عشاء. بيصعب على الدكتور فبيطلع محفظته وبيديله فلوس، ربنا يخليك للغلابه يا حاج. وفعلا بيجيله تاني يوم وبيديله النضاره، ورئيس بيكون في منتهى الفرحه. بيروح لصاحبه صادق وبيقول له بص يالا انا شايف كل حاجه طبيعيه، شايف كمان الحاج غندي هناك، وادي كمان قاسم بيمسح العربيه. نهار اسود، الحق يالا الحكومه هتهجم على غرزه الياس، احنا كده شغلنا في خطر. بينزل ياخدها جري على عربيات الشرطه وبيقف قدامهم، بيطلع الصفاره بتاعته وبيضرب الانذار. الياس بيعرف ان في حكومه وصلت المكان وبيجري هو ورجالته يخبوا الخمور اللي عندهم. الظابط بيخش بقوته ويفتش المكان ولكن ما بيلاقيش اي حاجه. بيطلع بره وبيقول له رئيس خد على هنا يالا بقى، انت بتقف قدام العربيه وتصفر؟ وبينزل عليه بقلم محترم. امه بتيجي عليه جري وبتقول له انت بتضرب الواد ليه؟ بيقول لها اسال ابنك يا وليه انت، والله وعرفت تربي. سايباه يلف في الشوارع بالصفاره بتاعته فاكر نفسه في استاد الهند الدولي. امه بتاخده وتمشي وبيروحوا البيت. بتقول له الفقر وحش جدا يا رئيس، لازم تخلي بالك من نفسك وتشتغل، وما يكونش شغلك صغير، لازم يكون شغلك كبير. رئيس بيستمع لها بانتباه والكلام ده بيتحفر في دماغه. تاني يوم بيطلع على المدرسه، صادق بيقول له هنعمل ايه بعد ما الحكومه قبضت على الرئيس بتاعنا؟ بيقول له هنبيع خمره، احنا بنعرف نشتغل غيرها. بيقول له هنهرب خمره لمين والياس في السجن، انت مش خايف تحصله؟ بيقول له الحكومه بتقبض على اللي بيبيع خمره مضروبه، اما احنا يا برنس هنبيع خمور مستورده، هنشتغل مع الرئيس جراج. وجراج بينده على الراجل بتاعه وهو بيقول له ايه النوش اللي حاصل بره ده؟ بيقول له الحكومه شاده النهارده يا ريس ومش هنعرف نخرج البضاعه للتجار. مره واحده بيسمع صوت من وراه بيقول له اللي وصل لك بضاعتك في المكان اللي انت عايزه. بيبص وراه بيلاقي رئيس، بيقول له هي الشغلانه عيلت ولا ايه؟ واحد من رجالته بيقول له لا يا ريس الواد ده كان شغال مع الياس وعيل على كيفك يعجبك قوي. بيبص الرئيس هو بيقول له 6 ازايز هتعرف تخرجهم؟ بيقول له هاخد 3 روبيا على كل ازازه. واحد تاني من رجالته بيقول له انت هتشرط يا شمبر؟ بيقول له ما تقولش شمبر لحسن اجي فوقك يالا. جيراش بيقول له اهدى بس انا موافق، هديك ال3 روبيا على كل ازازه. بيخش جوه وبيحط له الازايز في شنطه، وهو خارج بيطلع البرجل من المقلمه وبيروح عند الشخص اللي كان بيتريق عليه وبيحط له البرجل في طيبه قلبه علشان بتقولش يا شمبر تاني. وفعلا بيطلع يوصل الطلب وبيعدي من الكمين بكل سهوله. بيوصلوا البضاعه وبيرجعوا الجراج تاني وبيتبسط جدا من ذكائهم في الشغل. بيقول لواحد من رجالته من بكره العيال دي معانا والواد ده بارع ومستقبله واسع، اوسع من خرم ودنك منك ليه. بعدها بسنين كتير بيكبر رئيس وبيظهر معانا بالابديت الجديد، وتقريبا بيكون في حفل التعذيب. بيخلصها وجراج بينده على صادق بيقول له في مشكله في الشحنه اللي جايه لنا، روح للرئيس خليه يروح للظابط في الكمين ويخلص المشكله دي. وفعلا الرئيس بيخش على الكمين وهو بيحط للظابط قرشين في جيبه. بيقول له كان جيبك فاضي وانا مليته صح؟ بيقول له صح يا اخويا. بيقول له طيب انفخ لي العجله اللي نمتها دي. بيقول له انت بتهزر. بيرزقه 5 في وشه بينيمه جنب العجله وهو بيقول له انفخ لي الفرده دي بدل ما انفخك انا، وتعلم تاني مره تحترم الفلوس اللي بتاخدها. بيرجع تاني الجراج بيقول له تعالى يا اسدي على وشك اللعبه بدا يحلو معايا. بيقول له انا مش اسدك ولا حاجه، انا مجرد عبد عندك والعبد ده قرر يشتغل لحسابه. جراج بينصدم وهو بيقول له صادق صاحبك شرب البضاعه اللي خلصها من الكمين ولا ايه؟ ما تعقله شويه. بيقول له انا قلت له بلاش ولكن هو يا ريس مصمم يشتغل لوحده. بيقول له طيب وبما انك هتشتغل لوحدك يا رئيس اكيد محتاج بضاعه مني، تعالى اقعد جنبي. عايز بضاعه بكام يا ريس؟ 500,000 400,000 300,000. بيقول له لا انا لسه هبدا من تحت السلم، انا عايز ب100,000 بس. بيقول له طب هات فلوسك وخد البضاعه. بيميل عليه وبيقول له بصوت واطي انا ما حلتيش اللضا، انت هتديني البضاعه وبعدها انا هديك الفلوس. بيقول له بصوت عالي يعني انت شحات وما معكش فلوس، هو كمان عايز تشتغل لوحدك. الكل بيضحك عليه بيقول له قدامك 3 ايام يا ريس تجيب الفلوس تاخد البضاعه، وريني بقى هتجمع الفلوس منين وازاي، وخد الساعه دي علشان بدا العد التنازلي. رئيس بعد الاحراج ده بيمشي من عنده ولكن دماغه بتكون شغاله ازاي هجمع ال100,000. بيروح للميكانيك اللي في منطقتهم وهو بياخد منه عربيه ب100,000 وهو بيقول له انت هتصبر لي على الفلوس. بعدها بيروح مزرعه وبياخد مكان العربيه معيز. صاحبه بيقول له انت ناوي عليه يا عم شكلك هتضيعنا. بيقول له انا هبيع المعيز دي بسعر خيالي. بيقول له مين هيشتري منك في البلد الكحيانه دي؟ بيقول له ما احنا مش هنبيع هنا، احنا هنروح من
مومباي. وفعلا بيروحوا سوق في مومباي. بيقول الشخص ده ممكن ابيع بضاعتي جنبك هنا؟ بيقول له خدت اذن من الرئيس موسى؟ بيقول له لا ما خدتش. بيقول له طب خد حاجتك وامشي من هنا. صادق بيقول له احنا هنبيع حاجتنا بس في الزاويه دي ونمشي. بيقول له انت اطرش، ما تمشي ياض منك ليه؟ رئيس بيقول له الدنيا عيد واحنا جايين نسترزق زيكم. بيقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي، انت واقع على عينك وودنك وانت صغير، امشي ياض بالكشافات اللي انت لابسها دي. هوبا، تفتكر ان الرئيس هيسيبهم ويمشي يا صديقي؟ لا والله، بيمسك الفخده الضاني وهتك يطحن فيهم يمين في شمال لحد ما بيكسر عظمهم كلهم. بيلبس نضارته بيلاقي في واحد رفع عليه سلاح. هو بيقول له بقى كل ده يطلع منك انت يا شمبر. بيلف الناحيه الثانيه وبياخد منه السلاح. ما تقولش لعبد لله في عز شبابه. بيقول له ما تقولش يا شمبر تاني، وبينزل على الارض مغمى عليه. بعدها بيفوق وبيروح الجامع مع الرئيس موسى علشان يفطروا هما الاثنين المغرب. لا صاحب واجب يا ريس. موسى بيقول له ليه اللي انت عملته ده كله؟ بيقول له رجالتك اللي بدأوا يا معلم موسى، وانا بتضايق لما حد يتريق على نضارتي. بيقول له طيب المعيز بتاعتك اتذبحت والناس بتفطر بيها على المغرب يا معلم، قول لي بقى هتبيع ايه دلوقتي؟ بيقول له هبيع بطاطا. هو بعدين يكفي ان الناس دي فطرة المغرب من المعيز بتاعتي، بس على الله تفطرونا احنا منها. بيفضلوا يهزروا هما الاثنين سوا. وبيرجع تاني هو وصادق لمنطقتهم. وهم في الطريق الشخص ده بيفضل مراقبهم. بيرجعوا تاني البيت وصادق بيقول له انت عيل فاشل يا اسطى. طب احنا كل اللي جمعناه بالصلاه على النبي 3700 من 100000، هنعمل ايه دلوقتي؟ الباب بيخبط وهو بيخش عليهم الشخص اللي كان مراقبهم في القطر. بيقولوا له انت تاني؟ بيقول لهم انا بعتني المعلم بتاعي عدو المعلم موسى، بيقول لك تقتل المعلم موسى وهتاخد الفلوس دي كلها. بيقول له انت جيت للشخص الغلط، وبعدين انا مفيش اي حاجه بيني وبين موسى علشان اقتله، خد فلوسك وامشي من هنا. الشخص ده بيضحك وبيقول له طيب انا نواب دراع المعلم موسى اليمين، هو اللي بعتني وقال لي اختبرك قبل ما اديك الفلوس دي، وانت نجحت في الاختبار يا رئيس، حلال عليك الفلوس دي. رئيس بياخد الفلوس منه. واخيرا الدنيا بدات تضحك له. بيشتري بيها كميه ويسكي من بره البلد وبيبيعها بطريقته الخاصه. واخيرا الظهر بيبدا يلعب معاه والدنيا بتبدا تضحك له. عقبالك يا صديقي، بس لازم تكون بالحلال. المهم من كتر ما هو مش عارف يودي الخمره فين بقى يعبيها في الطماطم، وكمان بيبيع الثلاثه ب10. والله يا بلاش، اهو منها ناكل ونتكيف. المهم هسموك بيكون من الناس التقيله. هو بيكون عامل حفله كبيره جدا ومنزل فيها ويسكي مضروبه، ولكن الظابط ماجودار بيكون مستخبي وسط المعازيم في الحفله، وفي الوقت المناسب بيقبض على كل اللي في الحفله بالكامل. الوزير بيستدعيه وبيقول له خرج هسموك ومعازيمه من السجن. بيقول له لا انا مش هخرجه بكلمه منك، لازم تكتب لي مذكره بالورقه والقلم. بيقول له انت اتجننت؟ انا فعلا هكتب لك مذكره، ولكن هتكون مذكره نقلك على فيتوبورا علشان تتعلم الادب. بعدها الرئيس بيلعب ماتش مع زمايله في الشارع، فبيخبط الكره بتخش في شباك بنت الجيران. بيروح علشان يجيبها، وام اسل كالعاده بتخليه يطلع يجيبها من فوق، ولكن المره دي بيلاقي اسل بترقص يا صديقي. بتخلص رقص فبيشدها من هدومها. هو بيقول لها ده انت غلبت سوفينار برقصك. بتقول له ما تثبتنيش، هو احنا هنتجوز امتى؟ بيقول لها لما احقق جزء من احلامي. بتسيبه وتمشي. والظابط ماجودار بيخش على مكان شغله اللي اتنقل فيه جديد. بيلاقي الدنيا زيطه وماشيه شمال. بيبدا اول حاجه بجراج، بيوقف عربياته في كمين هو بيكون فيها كميات ويسكي مهوله. بياخد العربيات دي كلها وهو بيرص الويسكي على الارض. هو بيخلي الصحافه والتلفزيون يصوروه وهو بيكسر الازايز. جراج بيعرف اللي حصل، هو ما بيكونش عارف يصرف بضاعته ازاي. والظابط بيستدعي رئيس ما بيكدبش خبره وبيروح له للقسم. بيجيب له شاي بلبن. هو بيقول له انت رئيس انا سمعت عنك كتير قوي وعرفت انك كنت شغال لحساب جراج. بيقول له ديك قلتها يا باشا كنت شغال. بيقول له يعني انت مش شغال لحسابك دلوقتي؟ بيقول له يا باشا انا من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. وهو قاعد معاه بيجي تليفون للظابط، بيكون المخبر بتاعه. بيقول له في عربيه بضاعه هتيجي الرئيس بكره. بيقفل مع المخبر بتاعه. هو بيقول له رئيس كل شيء هيبان يا رئيس. رئيس بيسيبه ويمشي. هو بيتجمع مع رجالته. بيقول لهم الخطه هتتغير، العربيه اللي هتيجي هنوزعها في 4 عربيات صغيرين، وكل عربيه فيهم هتروح في اتجاه، والعربيه الاساسيه اللي المفروض هتكون فيها البضاعه هتعدي عادي جدا من الكمين. وفعلا بينفذوا كلامه والعربيه الاساسيه بتروح على الكمين. الظابط بيكون مستنيها بفارغ الصبر، وبمجرد ما بتظهر بيطلع يفتشها، ولكن ما بيلاقيش فيها غير كوبايه شاي بلبن. وبكده رئيس ضربه اول قلم. جيرج بيروح له هو وشركائه. هو بيقول له احنا عايزينك معانا في النقابه علشان نقدر نعدي بضاعتنا من الظابط الرخم ده. بيقول لهم ما عنديش مانع، بس انا هبقى رئيس النقابه. كلهم بينصدموا. التاني بيقول له انت ازاي بتعمل كده معانا؟ نسيت الجمايل اللي عملها معاك جيراج؟ بيقول له مش ناسي، ومش ناسي لما اداني مهله 3 ايام علشان اجمع له الفلوس ويديني البضاعه. انا بقى هديله 3 اسابيع يفكر فيهم وخليه ياخد القرار اللي يناسبه. بيسيبه ويمشي. بيقول له جيراج خلي الساعه دي معاه، العد التنازلي بدا. بياخدها ويمشي. والرئيس بيكون مستمر في شغله، ما فيش حاجه بتقدر توقفه. كل يوم سيطرته وفلوسه بيكبروا اكتر واكتر، واخيرا بيتجوز حب الطفوله. عقبالك يا صديقي، ما تنساش بس تدعيني على فرحك. المهم الظابط بيفوق له شويه وبيقفل كل المداخل اللي ممكن الرئيس يدخل بضاعته منها. صادق بيروح لرئيس. هو بيقول له الظابط قفل الطرق بالكامل، هو ما فيش طريق ندخل بضاعتنا منه. بيقول له الطريق الشرقي. بيقول له لا شرقي ولا غربي. الظابط مسيطر على كل المداخل. تفتكر ان الرئيس هيغلب يا صديقي؟ لا والله، هم بيقفلوا الطريق بري هو بيعدلهم بحري. الظابط بيكون واقف فوق الكوبري وهو بيعدي بالبضاعه من تحت الكوبري في الميه. بيخرج بضاعته وبيروح لضمر رئيس المكان. هو بيقول له انا مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك دي. بيقول له انا سمعت عنك كتير ومبسوط لان بقى في شغل ما بيننا يا رئيس. جرش بيعرف اللي حصل وشريكه بيقول له احنا ما قدامناش حل تاني، ان كنت
انت عايز شغلنا يمشي ايه بالعرض رئيس. بيقول له على جثتي وجثه شامبو. بيبعت له واحد من رجالته يقتله وهو في الحفله، بيكون واقف له بقناصه ولكن الرئيس بياخد باله منه، بيختفي من قدامه وبيلف الحديده دي وبيخبطها في دماغه. القناص بيحاول يهرب منه ولكن ما يعرفش احنا معانا مين، رئيس ابن الكدابين. بيفضل يجري وراه وسبحان الله بينط من اماكن عاليه جدا وبينزل سليم ولا بيتاثر، وانا كمختار من كتر الكذب بتكسر. المهم بيفضل يجري وراه لحد ما بيجيبه، رجالته بيثبتوه مكانه وبيخلصوا عليه. موسى بيتصل بيه وبيقول له جراج اللي كان باعت لك القناص يقتلك. بيقفل معاه وبيروح جري على الكازينو بتاع جراج، بيخش على الكازينو بتاعه وبيبدا يفرتك في رجالته واحد ورا التاني محدش بيعرف يوقفه. بيطلع فوق بيلاقي شركاء جراج بيخلص عليهم وما بيكونش فاضل غير جراج. رئيس عينه بتدمع وبيفتكر ايام الطفوله والسنين اللي قضاها معاه، ولكن اللي بيغدر برئيس يستاهل الضرب بالفتيس. وعلى وضع كلبيس بيشد عليه الاجزاء وبلا رحمه بيشد الخرطوش بيفرتك قلبه، بيسيبه يمشي والشرطه بتيجي تقلب المكان. الظابط ماجندار بيقول لرئيس وانا متاكد ان الرئيس هو اللي عمل كده. بيقول له انت مش هتشيل رئيس من دماغك، انا هنقلك من هنا علشان اخلص من عندك ده. بيقول له يا باشا حتى لو نقلتني انا مش هسيب رئيس الا لما اقبض عليه. ورئيس بعد ما قتل اكبر منافسينه في المدينه بيسيطر على السوق بالكامل، ومن تاجر متوسط لتاجر متوحش ضخم حط السوق تحت رجليه. وبعد نقل الظابط ماجندار بقى يبعت كل شهر عربيه خمور ضخمه للشرطه علشان الصحافه تصور وبينوا للشعب انهم شغالين وماشيين صح. وبيبعت لرئيس الوزراء والناس التقال في السياسه فلوس كتير علشان يغموا عينيهم. بيركز شويه مع المدام وبياخدوا لهم اسبوعين دلع، واخره الدلع صديق المدام حامل وهتجيب له رئيس صغير. بعدها بيعمل حفله وبيستضيف الوزير ورئيس الوزير والناس التقيله في البلد، من ضمنهم بيكون هاسمو. بيقول له انا عايز ابني حته ارض وعايزك تقف جنبي. بيقول له هاخد 30% من الارض. بيقول له احنا موافقين. والظابط رغم انه اتنقل من المكان ولكن ما بيسيبش رئيس في حاله، بيهجم على دمل اهم واحد في رجالته وبياخد كميه الخمور بتاعه رئيس اللي عنده. رئيس بيروح لرئيس الوزراء وبيقول له ماجندار قبض على دمل اهم واحد في رجالتي. بيقول له اللي بتتكلم عنه ده ظابط مش لعبه، يعني مش متحكم فيه زي ما انت متخيل. بيقول له امال بتاخد مني فلوس كل شهر بناء على ايه؟ احنا لو سيبنا الظابط ده يهيس اكتر من كده ممكن يجيبني انا، وانا لو رحت هناك مش هروح لوحدي، هاخدك انت وكل اعوانك معايا. رئيس الوزراء بيرفع سماعه التليفون وبيقول لهم الظابط ماجندار يتنقل بعيد عن اي قوه، خلوه لوحده تماما. وفعلا بينقلوه في مكان فيه ملفات مركونه من مئات السنين. بينصدم ولكن بيكون في المكان ده جهاز مراقبات اتصالات بيشغله وبيفضل مراقب كل مكالمات رئيس. وهسموك بيروح لرئيس وبيكون معاه مخطط، بيقول له زي ما اتفقنا نسبتك طلعت 20 فدان. بيقول له تمام. والنائب باشا بيكون بيجهز الحمله بتاعته اللي بيكون شعارها لا لتجاره الخمره. رئيس بيتصل بيه وبيكون الظابط مراقب كل مكالماته. بيقول له ازيك يا باشا انا عايزك في شغل معايا. بيقول له شغل ايه وانا حمله الانتخابات بتاعتي هتبدا. بيقول له انت عارف ان حملتك دي هتعطل شغلي، احنا لازم نلاقي حل. بيقول له دور على الحل براحتك وانا هستمر في الحمله بتاعتي. هو بيقفل في وشه. بيتصل بيه تاني وبيقول له على الاقل غير طريقك وما تجيش بالحمله بتاعتك في منطقتي. بيقول له مفيش الكلام ده، اعمل اللي انت عايزه الحمله بتاعتي هتبدا. وبيقفل في وشه تاني. رئيس بيتصل بيه تالت وبيقول له انت عارف لو جيت بحملتك في منطقتي هتكون دي اخر حمله ليه. هو بيكسر التليفون على وشه. رئيس الوزراء بيتصل بيه وبيقول له انت اتجننت يا رئيس، بتهدد باشا في التليفون علني. بيقول له انت زعلان ليه؟ ده حتى باشا عدوه. هو عموما انا ما قلتش قدام الصحافه، يعني ده كان كلام بيني ما بينه. هو بيقفل معاه والظابط بيستغل الفرصه وبيقول للجاسوس بتاعه انا عايزك تروح تراقب لي رئيس وهو بيقتل باشا. وفعلا باشا بيبدا حملته ورئيس بيكون قاعد في مكانه مجهز له. وفعلا باشا بيعدي من المنطقه بتاعته ورئيس بيخرج برجالته واهل منطقته، بيرمي له ازايز خمره تحت رجليه وبيولع في ازازه وبيضربها بازازه ثانيه، بيولع فيه وفي كل اللي حواليه وبيبدا يخش على رجالته. وانت عارف يا صديقي اللي بيقف في وش رئيس يستاهل مسكه الفتيس. وعلى وضع كلبيس بياخد رجالته يمين في شمال لحد ما بيخلص عليهم بالكامل. بيروح لباشا وبيقول له انت مش قد علشان تخش معايا في تحدي. بيكسر عظمه بالمايك اللي كان ماسكه وبيسيبه ويمشي بعد ما بوظ حملته بالكامل. من بعدها الدنيا بتتقلب والصحافه بيعملوا مؤتمر مع رئيس الوزراء وبيقولوا له رئيس نفذ تهديده وبوظ الحمله الباشا، فين بقى دور الامن؟ فين دور الشرطه؟ واحد زي ده ممكن يقتلنا في بيوتنا. بيقول لهم مفيش الكلام ده، رئيس في خلال 24 ساعه هيكون مسجون وهيتعاقب على كل اعماله. وفعلا بيروح لرئيس وبيقول له ما كانش ينفع اللي انت عملته ده، انت كده قلبت الدنيا علينا. بص انا هاخدك احبسك 3 ايام بس علشان نهدي الدنيا ومن بعدها هخرجك. بيقول له شغلي بره هعمل فيه ايه؟ بيقول له انا هوفر لك كل اللي انت محتاج له جوه. وفعلا بيسلم نفسه وبيخش السجن. تاني يوم الظابط ماجندار بيروح له بيقول له منور يا باشا، جاي تشمت فيا؟ ما تقلقش قعدتي هنا مش هتطول، هو لو فكرت ترجع تاني برضه هنقلك. بيقول له كان زمان يا رئيس، انت اتضحك عليك يا برنس. رئيس الوزراء وباشا بقوا زي السمنه على العسل والعداوه اللي ما بينهم انتهت، اما انت بقى هتفضل هنا مكانك. مش مصدق كلامي؟ اقرا الجورنال ده كويس. رئيس بينصدم فبيقابل مراته صادق في السجن وبيقول له صادق تجهز لي حمله وترشحني في الانتخابات، ده الحل الوحيد علشان اخرج من هنا. وفعلا بيرشحه للانتخابات وعلشان بيساعد الناس والناس كلها بتحبه بيكسب الانتخابات باكتساحه وبيخرج من السجن. واهل منطقته بيكونوا في منتهى السعاده بعد خروج حاكمهم من السجن. بعدها بياخد مراته على الارض بتاعته هو بيقول لها ده حلم عمري، هبني لكل واحد من شعب بيت وهبني لهم مدرسه لغات كبيره جدا وهبني لهم مستشفى
مستشفى كبيره صدقه على روح امي، والدكتور بارسي اللي عامل لي النضاره هو اللي هيشرف على المستشفى. بتقول له ما تقلقش هتحقق كل احلامك. هو فعلا بيلم اهل منطقته، هو بيقول لهم انتوا هتدفعوا لي فلوس بسيطه علشان اكمل وابني الارض اللي معايا، وكل واحد فيكم هيكون له بيت خاص، واضمن لكم حياه كريمه، ولو مش مصدقين نسالوا كريمه. بيقولوا له من غير كريمه يا ريس انت كلامك ذهب، واحنا في ظهرك ولو على الموت. هو فعلا بيلم فلوس من الاهالي وبيبدا شغل في الارض، والدنيا بتكون ماشيه زي ما مخطط لها رئيس بالظبط، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا صديقي. بيحصل حظر تجوال في الولايه بالكامل، ومحدش بيعرف يخرج من بيته، ولكن الرئيس ما بيسيبش اهل منطقته، وكل يوم بيذبح لهم وبيوصل لهم الاكل لحد بيوتهم. بيصرف كل اللي معاه وكمان بيستلف علشان ياكلهم. الديون بتكون حواليه من كل اتجاه، وما بيكونش عارف يجيب فلوس منين علشان يكمل شغله في الارض. فبيروح لموسى بدايه الخير، هو بيقول له انا محتاج فلوس منك وهرجعها لك. بيقول له انا مش عايزك ترجع حاجه، في ذهب جاينا من بره عايزك تعديهولي بطريقتك وهديك الفلوس اللي انت عايزها. بيقول له انا موافق. بيخلي صاحبه دمله يدخل له الذهب، والرئيس بياخد الفلوس وبيسدد بيها كل ديونه، واخيرا بينام مرتاح البال. ولكن بيصحى على خبر تفجيرات جديده في المدينه. الشرطه بتقلب الدنيا وبيعرفوا ان المتفجرات دي دخلت من ناحيه مين؟ الدمله. بيقبضوا على واحد من رجال الدمله، هو بينزلوا تخبيط فيه لحد ما بيعترف عليهم. هو بيتاكدوا ان الرئيس هو اللي دخل المتفجرات دي وسط الذهب. دمله بيتصل برئيس، هو بيقول له موسى ضحك علينا وكان حاطط متفجرات وسط الذهب، حاول تهرب من عندك وانا كمان ههرب، لان المره دي الشرطه مش هتقبض علينا، المره دي الشرطه هتخلص علينا على طول. الرئيس بيقفل معاه، هو بيدخل في حاله توهان، ما بيكونش عارف يزعل على الناس اللي كان السبب في موتها ولا يزعل من موسى اللي غدر بيه. ودمله قبل ما بيفكر يهرب بيلاقي الشرطه طابين عليه، فبيقتل نفسه قبل ما الشرطه تقتله. والرئيس بيهرب مراته وابنه مع صادق، وبيروح علشان ينتقم للناس اللي ماتت بسبب موسى. بيوصل له مكانه، اللي على الباب بيقول للمساعد ان الرئيس وصل، بيقول لهم خدوه منه السلاح ودخلوه. الرئيس بيديهم السلاح وبيخش لموسى، بيقول له انت ضحكت عليا وخلتني ادخل متفجرات البلد، خلتني قتلت اهل بلدي بايدي. مساعده بيقف في وشه وبيقول له اهدى يا رئيس احسن لك، تفتكر ان الرئيس هيسكت له يا صديقي؟ لا والله. بيكسر دراعه وبيرميه على جنب، وبيبدا يكسر في عظم رجالته اللي بيكونوا مسلحين واحد ورا التاني، غلبانين ما يعرفوش ان احنا معانا رئيس الكدابين. بيخلص على رجالته بالكامل وبيروح يقعد جنبه، بيمسح نضارته من الدم، وبيقول له اللي يضحك على رئيس يتعمل معاه واجب اثنين وخميس، وبيغرز له النضاره في رقبته. وسبحان الله يا صديقي النضاره بتخش عادي، حتى النضارات بتكذب هناك. المهم بيخلص عليه وبياخد بعضه وبيروح لمراته وابنه، ولكن بيلاقي الشرطه محوطاه من كل اتجاه، هم ما بيكونوش متاكدين ان اللي في العربيه ده رئيس ولا لا. الظابط بيقول لهم لو كان رئيس خلصوا عليه فورا، وفعلا بيطلع رئيس، ولكن بيكون جايب الصحافه وبيحوطوهم من كل اتجاه. الظابط بيقول لرجالته ما حدش يضرب، ورئيس بيروح لهم مستسلم تماما. بياخد صادق في حضنه وبيبص على مراته وابنه وبيكون في منتهى الحزن، بيفضل باصص عليهم لحد ما بيختفي من قدامهم. بيقول للظابط انا ما كنتش حابب اموت هنا، بيقلع السلسله والنضاره وبيقول له اديهم لمراتي وعرفها الحقيقه، قول لها اني ما هربتش منك. بينزله على الارض اللي كانت كل احلامه فيها وبيقول له اديني ظهرك يا رئيس. بيقول له انت فاكرني خايف؟ اضرب في وشي. الظابط بيرفع عليه السلاح وبيخبطه اول طلقه بيفتكر امه، بيخبطه تاني طلقه بيفتكر مراته وابنه، بيخبطه طلقه ثالثه بيفتكرني انا يا صديقي. الرئيس بيقف على رجليه تاني، والظابط بيخبطه الطلقه الرابعه، بيقع على الارض وما بيقومش منها تاني. وهو ده رئيس، وهي دي حكايته يا صديقي. وهنا بينتهي الفيلم. لا يا صديقي وعينيك تدمع واشوف الحزن فيهم، انا موجود هنا علشان ارسم الابتسامه على وشك. اضحك يا صديقي، الدنيا دي محدش واخد منها حاجه، ولو كنت خدت منها ما تنساش تديني لايك وخش شوف الفيديوهات اللي فاتت واشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجايه. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.